والنبي في فتحه باب احلى من فتحه الباب دي. تعالى يا احمد، انا في دكان سمك. تعالى تعالى يا بتاع الفايده انت، تعالى تعالى يا لابس العروسه تقوم تك 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 تقوم. ايوه بقى ايوه بقى، انا في دكان سمك. لا ادينا بقى لفه. تعالى تعالى تعالى. يا نهار اسوح، يا نهار الصوت يا جماعه، الصوت اهو اهو اهو. ايوه بقى تعالى تعالى. يا نهار اسوح، دكان سمك مكان. اولا الفيو، بص ورينا الفيو يا احمد. بص الفيو بتاع المكان، القعده فيه تحفه. دكان سمك في مكان عامل زي جزيره كده، يعني انت من ناحيه بحر ومن ناحيه بحر. وبعد كده عمل ايه بقى؟ البرنس خد السمك. اسكندريه فيها 7000 حد بتاع سمك. خد السمك بقى في حته جديده. عمل ايه بقى؟ واخد السمك في الحته الغربي. بص البرزنتيشن، التفاصيل، الحته الغربي بقى بتاعت الوايت صوص هم هنا مركزين فيها جدا. يعني خلط الشكل التراديشنال بتاع السمك بيه الشكل الغربي والتيست الغربي والمكونات الغربي. يعني حاجه زي دي انا لسه اصلا مش دي بطارخ. يا نهار اسود، يا نهار اسود. جدا. تسلم ايدك يا سوري. سوري بيفكرني المفروض نعمل كده. تسلم ايدك يا سوري. تعالى تعالى صلي على رسول الله اهو. بس استنى هنعتبر انها عملت كده. طيب صح كده والله. والله يا رجاله انا عايز مناديل كتير. طيب نبدا بايه؟ اعمل ايه يعني؟ اروح فين؟ تسلم ايدك. طبعا دي شوربه بطارخ بالمناسبه. تعالى بص، دي شوربه بطارخ. دي شوربه ايه؟ دي شوربه العريس صح؟ شوربه جمبري بالبطارخ. تعالى اوريك قطع البطارخ. يا نهار اسود، دي قطع بطارخ. وده جمبري. انا طبعا هموت واروح لده. اسكندريه حلوه طول السنه، واسكندريه في تقديري الشخصي يعني بتحلو في الخريف، في اليومين اللي احنا فيهم دول. القعده يا جماعه، بريحه اليود. ده جرجير. تخيل في صينيه، في سفره الاكابر اللي احنا فيها دي، من اروع الاصناف اللي محطوطه على السفره دي شويه الجرجير دول والله العظيم. الاسكندريه في الخريف بتبقى حلوه ورايقه والجو جميل. طب ايه نقول لهم على مفاجاه الفشنكاح؟ طيب رجاله القاهره، الرجاله اللي اتربوا على الفشنكاح من واحنا صغيرين، ده الفشنكاح السي فود صح كده؟ ده الفشنكاح السي فود. ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن تجميعه من اكابر عيب بتاع ده اللي هو ايه بقى؟ ده جمبري. يلا جمبري شيش مع انتوا طبعا فاكرين شكل صينيه الفشنكاح صح كده؟ نفس الشكل ده بالظبط، بس المكونات لا مختلفه. كان في زمان برضو الفشنكاح كان في شيش زي ده كده، كان في ايوه بقى سمك فيليه. فين بقى؟ ايوه والله العظيم بدور على بابا. اول يكون حاجه مقليه روح بيها عند بابا على طول. ده كلماني بقى. يا نهار اسود. ايوه بقى كفته الجمبري. نهار اسود. انا عايز اقول لكم ان انا في قدامي حاجات هموت واروح لها. هنا في خصم 10% للمتبنجات. وتتوالى المفاجآت بقى. يلا كتيبة المزاجنجية، احنا لينا خصم في دكان سمك. دكان سمك الفرع ده احنا كام فرع؟ احنا 3 فروع. طب يلا
يلا نقول فين وفين. تعالى يا احمد. دي بطارخ، ده كاليماني محشي ايه؟ محشي جمبري. طب ايه؟ كاليماني محشي جمبري. معلش تعالى. طب تعالى نقطم منها قطمه كده ونخش على الجمبري جوه. بسم الله. فرق كبير ما بين الكاليماري البلدي والمستورد. الكاليماني اللي تلاقي قطمته خفيفه ومش بيشد اعرف ان هو بلدي، ده رقم واحد. رقم اتنين، تخيل يا جماعه العظمه، اصلا الجمبري البلدي قريب جدا من الكاليماني البلدي قريب جدا من الجمبري. فلما يبقى بقى الكاليماني البلدي محشي جمبري، طب ايه بقى الصوص ده ايه؟ دي العظمه يا جماعه، دي الاضافه دي. انت لما بتاخد جمبري مع الكاليماني وتوديهم في حته جديده، شويه الصوص اللي تحت دول مختلفين. ليه بقى؟ لان فيها ميكس ما بين كل حاجه وبعض. المكان شيك قوي، فالبرزنتيشن عندهم الحقيقه فظيعه. ايه دي بقى؟ دي قوقعه ولا دي اسمها ايه؟ دي قوقعه. هي دي اللي بتخش الفرن؟ لا دي مش بتخش الفرن. يعني دي انت بتسوي ده ايه بقى؟ ده جمبري كاليماري، جمبري وكاليماري وكابوريا صح؟ وجندوفلي. لا استنى بقى، استنى. ده بطارخ صح؟ بطارخ بس، يعني بطارخ بيور. والله برشام، يعني تحس انك بتاخد برشامه. لا بص، الحقيقه السي فود الحقيقه كائن يعني راقي جدا الحقيقه، يعني كل مكونات راقيه. ايه تاني؟ تعالى. ايه ده؟ انت وديت طب اصل انا مخزن هنا كابوريتين. ده ايه؟ طب ما ابقى حضاري بقى واستخدم نفضيها كلها جدا. هو ده، يلا اهو هو ده. برضو الاكل في القوقعه دي جميل الحقيقه، والديكور، حته الاكسسوار اللي انت حاططها في البتاع دي برضو جميله. بالمناسبه العين بتاكل. كان في رز، هاتولي كام. هنا بقى الاول الرز ده ايه؟ رز صياديه صح كده؟ طب نعمل ايه بقى؟ هنروح رايحين واخدين ايه؟ اهي، ونروح ساقينه بايه؟ بده. يا نهار السوحه اللي بيحصل بقى. اهو يلا اهو حلو كده بس. وتروح واكل ده على بعضه كده، انت كده عملت ده ميكس محبين الطبيخ. عشان الكابوريايه دي ما تزعلش بس، الله يخليك. يا جماعه قعده البحر في الجو بتاع احنا اللي جاي ايه؟ دي ايه بقى؟ انا دي مش عارف ايه. قاروص. طب ممكن قبل قاروص ناخد لقطه لطيفه قوي. ده ممبار. ايه بقى بيسموه ممبار ايه؟ ممبار جمبري. طيب هي الطريقه دي اللي بيسموها ممبار بوبس وجواه جمبري. ده نعمل فيه ايه ده؟ ده والله بعيد على والله يا اخي. شوف ما قادر احطها في بقي والله من غير ما ادوقكم. تعالى يا سوري، خد في ايدك يا سوري، واحمد برضو زي كل مره هيصورك. اهو سوري بقى. طيب هتحطها بقى في طحينه ولا احنا طب ما تيجي نحطها في طحينه احنا الثلاثه مع بعض. تعال يلا تعال. 1 2 3.
اوبا اهوت. حصل صح؟ تاني بقى عشان الحبايب. طيب تقريبا من المرات قليله قوي ان لم يكن تقريبا ما حصلتش قبل كده ان احنا جبنا لكم ممبار سي فود، ممبار جمبري، ممبار يا جماعه. فانت في بقك دلوقتي الميكس بتاع طعم او ده جمبري اهو، طعم الممبار اللي هو ممبار اللي هو بتاع العجل يعني، مع الجمبري والسي فود والرز اللي هو معمول بقى في الصياديه يعني. برافو. دي عروسه. انتوا قلتوا ايه عشان نسيت؟ خلطة الرز بتاعة الممبار جامدة قوي. يعني اللي عاملها بكونسبت الممبار، كونسبت الممبار الحقيقي، ممبار. طيب انتوا قلتوا قاروص صح كده؟ طيب انا عايز ادوق بس ده الاول عشان برضو هنا في عظمه. بطاطس بالايه؟ بالهايص. ايوه بقى، ايوه بقى. احتراما للبطاطس لازم تدوقها لوحدها، لازم عشان البطاطس ده كائن محترم، صح ولا مش صح؟ انا ليه قلتها لوحدها؟ عشان هم هنا الستايل ده من الطبخ. تعالى يا احمد. هم مركزين في موضوع في الستايل الغربي، فالوايت صوص عندهم ايه؟ ما هذه يا نهار اسود، ايه ده؟ دي بطارخ محمره في الزبده. يا نهار اسود. طب انا ما بلحقش. طيب يعني يا جماعه اعمل ايه؟ يعني ما بلحقش. الايزو فين؟ الايزو في الكونسبت، الايزو في الدماغ، الايزو في الحاجه البلدي واللي هي الفريش بتفرق قوي في طعمها. الايزو في البرزنتيشن. الحقيقه انا شايف حاجات كتير، انا بس منهمك في الاكل وشايف حاجات كتير. دي رايحه في الحته الغربي قوي، يعني مش بصراحه ممكن يبقى في تفصيله ما بقاش انا فاهم فيها قوي. دي بطارخ بالزبده صح؟ بطارخ بس، مش بطارخ مع حاجه، لا دي بطارخ بس. طب دي نعمل فيها ايه؟ نوديها فين؟ دي بقى استنى ها؟ والله تصدق كنت هعمل كده بس هو يعني ليه؟ صح كده؟ طيب وتبقى لوحدها بقى سوري ولا ممكن نودي معاها حاجه؟ بابا؟ لا لا لا، ده هي اصلا اوه يا سلام يا سلام. طبعا تعالى اهو وداها في حته ثانيه بقى خالص. تعالى. سلطه الكافيار ولا سلطه بطارخ؟ كافيار يا اخي. شويه سقه بص عاملين ازاي. يا نهار اسود. يا لهوي على الميكس يا اخوانا يا لهوي على الميكس. انتوا عارفين البصل ده حصل فيه ايه؟ ده زبده مع بطارخ، يعني البصل ده معاه نوعين من افخم المكونات يعني. تمام. بس بسم الله. برافو يا محمد. في هنا معرض جمبري. هو ده. في هنا معرض جمبري. طب نبدا بايه بقى يا استاذ؟ يلا نبدا بالبتر فلاي. طبعا ده اسمه البطل فلاي مش البتر فلاي. ليه بقى؟ والله الجمبري بطل فلاي. والله حلوه، ضيفوها في القاموس يا اولاد. جدا. ليه بقى؟ ما تفهمش يا اخي ماذا ما بين الزبده وما بين الجمبري؟ في ايه الماتشنج ابن اللذينه اللي كل ما الزبده تخش؟ وطبعا الزبده برضو كائن راقي جدا ومش كل الناس برضو واخدين بالهم منه يعني. بس في ايه؟ انا عكيت نفسي. في ايه ما بين الجمبري والزبده يخليها بالجمال ده؟
الخصم صح؟ طيب كتيبة المزاجنجية، حاضر. كتيبة المزاجنجية، تعالى يا احمد هنا. ايه ده؟ ده خضار ده ولا ايه؟ ايه ده؟ هو ايه ده يا جماعة؟ ده فيليه. يا نهار اسود. ده اسمه ايه؟ فاهيتا سي فود صح؟ اصل هو في تركيز. طب الشيف، طب يلا بقى تحيه للشيف، يلا خلاص ماشي مبدئيا يعني. ليه بقى؟ خد الفاهيتا في حته يعني مور سقسقه، مور تيست، مور عاليه يعني عاليه. الله، التيست رايح في حته سويت اند ساور، حلوه. كنت بتقول ماله الكاليماري بلدي، والحقيقه فارق طعمه جدا. جمبري بقى، انا سعيد. اعمل ايه طيب؟ ما لازم اعبر عن سعادتي. تعالى. مساء الخير. منورين. طيب سعيد احنا بالسعادة. الجمبري طيب القاهراويين ينفع اقول كده ولا القاهريين؟ القاهريين انت هتلخبطني ليه بقى؟ البسارية مش منتشرة عندنا في القاهرة يا جماعة. البسارية دي نوع السمكية دي اسمها ايه؟ سردين صغير. دي لازم تغطس. بص باخد بالاثنين لان الناس غلطوطه جدا. والله طيب يعني انا مش مفجوع يعني. طيب البسارية بتتقلي بقى زي ما هي ما يعني ما فيش فيها حاجه يعني هي دوبك بتلجي من الميه وتتقلي صح؟ دي بقى بص اهي، دي بقى تتجاب بالليل المنقنقه. كفته الجمبري لازم نعمل كده، مع ان احنا عملناها من شويه بس نعملها تاني. ليه بقى؟ لان مكونات يعني شكل كفته الجمبري من جوه بيدل هي فيها ايه. اهو انت شايف دلوقتي ايه؟ انت شايف ايه؟ طب وانا شايف ايه؟ والزمانه بقى من اي حاجه. اهو بابا بعمل ايه؟ ماما صدق اللي سماه بابا والله. قول. طيب يا جماعه، وانا طالع طب اعمل ايه؟ انتوا اللي بتجروني للرذيله. طيب انا كنت بقول ايه؟ انا كنت بقول اني المكان اللي تحت هم هنا فيه صاله مغلقه، واحنا المكان المفتوح اللي احنا فيه دلوقتي. الصاله اولا حلوه قوي، وثانيا الباب بتاعها من نادي نقابه المهندسين، فده باب مختلف يعني ممكن تخش من هنا وممكن تخش من هنا. فالحقيقه حسيت ان لازم انزل اصوره. بس هدوق العروسه دي. وليه بقى دي عروسه؟ اقول لكم ليه. لان اولا في هنا حاجه سايحه كده، انا ما بقى اهي تمام معاها جمبري كريسبي، ايا كان بقى اللي هيحصل فهو في الميكس اللي هو اللي بيعجب الناس كلها. يا لهوي، دي مكرونه بالوايت صوص وفوق في جمبري، والجمبري كريسبي. فقرشه الجمبري، مع الجمبري كان ممكن يتحط تحت، انما قرشه الجمبري والكريسبي اللي فوق مع شويه الوايت صوص بالمكرونه بالها اللي تحت. يلا ننزل ها. من جمال المكان تحت قطعت اكلي وكان لازم اوريه لكم. تعالى يا احمد وريهم المكان تحت القاع. اولا ديكور تحفه، ثانيا انت بقى الفيو، انت مش بتبص على البحر، انت جوه الرمله. طبعا السلام عليكم.
ده كشيف. لا دي لقطه لازم تتصور حقيقه، ما كانش ينفع اجي مكان في اللقطه دي وما اصورهاش. ورينا بقيه الديكور. انا عاجبني قوي اللقطه دي حقيقه، بلغوا مهندس الديكور الاستخدام اللونين الايدنتيتي بالكامل يا جماعه، حلو قوي. يعني الابيض مع الازرق بالدرجات دي بالميكس ده، لا عاجبني قوي بصراحه. كمان الالوان الكراسي والترابيزات الحقيقه تفاصيل فرق معايا جدا. تعالى بقى يا احمد، يلا تعالى يا في اهتمام بقى هنا بالعريس الحقيقه لم يحدث من ذي قبل. هنا عاملين منيو كامله للعريس اللي هو ايه بقى؟ بسم الله. الصدفه اللي قصاد حضراتكم ده اسمه طاجن العريس، صح كده؟ ده مش بتاع العريس، صدفه ده بتاع ليله الدخله، ده مش بتاع العريس. يعني ده العريس يجي قبل الفرح بكام يوم كده يجي يلقط بقى ياخد ده ايه ده؟ باستا العريس. تعال بص الباستا العريس، تعالى ايوه بقى صلي على رسول يا نهار اسود. ايوه بقى العريس يجي هنا قبل الفرح باسبوع. ها يخرب بيت الطعم. الشيف حلو كده؟ ايه؟ عايزه؟ والغربي فعلا هم مهتمين بالغربي. يعني الناس اللي بتحب الوايت صوص وبتحب الاكل الغربي عارفين كويس قوي الفروق في الطعم في الحته دي، في المساحه دي من الاكل. هم واخدينها على السمك وعاملين بيها عظمه الحقيقه. يعني ده رز العريس صح؟ حلو. يعني العريس يجي ايه يلقط خلال اسبوع، انما ليله الدخله دي ليله المراجعه النهائيه. المراجعه النهائيه ده سموه المراجعه النهائيه في المنيو، ده يتسمى المراجعه النهائيه. ليه بقى؟ برضو ايزو. الرز اللي بالسي فود مش دايما بيبقى السي فود محتفظ بقوامه وبقرشته وبتيسته. عاده تلاقي الرز مع الجمبري مع السي فود ايه عجنوا بعض، اللي هو تحس ان هم كلهم خدوا من بعض. انما الحلو في ده ان هو طعم السي فود بتسويته حاجه والرز حاجه. ده بقى المراجعه النهائيه. عشان كده هسيبه اختم بيه. دي شوربه العريس، ها اللي هي عباره عن ايه بقى؟ شوربه ميكس ما بين الجمبري والسي فود وعليها كل حاجه. شوربه ميكس ما بين الجمبري والسي فود صح؟ وعليها كل حاجه. ايوه بقى اهو. تعالى يا احمد كده نبص على المكونات من جوه. انا شلت الكابوريا عشان نشوف اللي جوه. ده كده يعتبر شوربه جمبري على شوربه سي فود. اللي انتوا عايزين راجل يجي له اوفر دوز. اوفر دوز فسفور صح؟ انتوا بتقضوا على حياته الراجل يعني. ايوه بقى. طيب مزاجنجيه السي فود تقريبا ولاول مره ده حواوشي سي فود. حواوشي العريس طبعا. طبعا ما خلاص احنا في الفرح دلوقتي. حلو. ده حواوشي العريس بتاع ايوه بقى، بس حواوشي اسكندراني. ده حواوشي ايوه بقى صلي على رسول الله. ايوه بقى حواوشي اسكندراني. يعني ايه حواوشي اسكندراني؟ اكل واقول لكم. ده حواوشي اسكندراني دلوع قوي. يعني هقول لكم ليه دلوع. بسم الله. بص معانا في السقسقه والله. نمره واحد حواشي الاسكندراني اللي هو العجينه بتاع زمان. العجينه اللي بيحشوها كانوا لحمه ويستوي العجينه، العيش يستوي مع اللحمه. حلو. هم عاملين كده هنا، فعاملين العجينه اللي هي بص يا احمد، تعالى يا
دي بتبقى عجينه بيتزا يا جماعه ولا عجينه عيش شامي ولا عجينه لوحدها؟ عجينه لوحدها صح؟ استوت مع السي فود. هم هنا بقى مش سي فود بس يا جماعه، فينا دلع. يعني في شويه مكونات. اللي على الوش بطارخ. واللي على الوش دي بطارخ طبعا، وصوابع كابوريا. لا الحقيقه لا فخمه قوي، فخمه جدا. جوه في بطارخ. برافو. دي المراجعه النهائيه. ليه بقى؟ لان دي فيها يا جماعه البيور. دي بقى لا مكرونه ولا الهوا، دي اللي فيها البيور. طبعا ده بطارخ، دي صوابع كابوريا. جوه بقى في خيرات ربنا كلها، فيها الجمبري، في الكاليماري، في بيض الصبيط، في الحقيقه في مكان زي ده مهتم قوي بالوايت صوص وبسكه الطبخ دي الحقيقه يعني هايلي ريكومنديشن، هايلي يعني. بسم الله. طيب انا كنت في مطعم دكان سمك، الفيو اللي ورايا ده، احنا هنا يا جماعه المكان ده اسمه خليج نادي المهندسين. خليج يعني المكان اللي انا فيه ده عاملين حاجه حلوه قوي، عاملين لسان كبير كده جوه الميه، فانت وراك ميه وقدامك ميه. التركيز في البرزنتيشن، تركيز في ان هم واخدين السمك في الحته الغربي دي. في شيف الحقيقه هايل في تيست، في اضافه حتى في كل حاجه. لا الحقيقه احنا لينا خصم 10%. لغايه امتى يا استاذ؟ لغايه امتى الخصم؟ 10 ايام من النهارده الكتيبه المزاجنجيه خصم 10% في دكان سمك في ال3 فروع. يلا نقولهم بقى. احنا هنا في الفرع بتاع سابا باشا اللي على الكورنيش اللي على الميه، وبعد كده في سيتي سكوير، في سيدي جابر سيتي سكوير، والثالث نادي سموحه. جوه نادي سموحه؟ جوه نادي سموحه. بس عندكم بحر في نادي سموحه؟ عندنا. ما عندكم بسين؟ لا البحر يكسب عشان انا جيت بس هنا. شكرا ليكم. بس كده. وكان معايا جوه مصطفى محمود. عايز اقول للناس حاجه، انا احيانا بضطر اندغ بسرعه عشان اتكلم، ودي حاجه مش كويسه. المفروض نندغ براحتنا خالص. بس خلاص.